أهلين بنات، الحمد لله رب العالمين اللي بلغنا العشر والله يكتب لنا فيها العتق من النيران. ودائما لا تنسون احرصوا، قول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. احرصوا عليها وكثروا منها في كل الأوقات. بما ان احنا بدينا العشر نبدأ شوي نخفف حلويات باردة، معنا ما ودي يمكن اسوي لكم بعد كم يوم حلا بارد. ونبدأ بحلويات العيد. بسوي معاكم اليوم ماجيك بار بالتمر، متأكدة انكم راح تاكلون اصابعكم وراه، ومرة سهل. بس انا راح اسوي صينية صغيرة، ما في مقدار معين، انتي حرة بالمقدار لانه انتي تحطين كميات على حسب نظرك. فبسوي انا صينية صغيرة اليوم وبنقطعها ان شاء الله مع بعض. عندي هنا البسكوت، بحط عليه رشة بسكوت دايجستيف طحنته، بحط عليه رشة قرفة. القرفة مع التمر تعطي نكهة مرة خرافية. بحط هيل، أنا أعشق برضو الهيل مع التمر. وبحط زبدة. معلش تأخرنا اليوم شوي عليكم لأنه نسيت إني بسوي، يعني ما في هذا بيكن، ما في، ورحت جبت، وجوز هند ما أدري وينه ورحت شريت، فتأخرت برا صراحة. أتوقع أن كل شيء موجود عندي، طلع مش موجود. المهم زين، بعد لقينا أصلا قالب، كنت بقالب أكبر بس هذا اللي لقيته، قلت يلا قالب صغير قالب صغير. ما زالت أغراضي حوسة لسه ما رتبتها، برتبها إن شاء الله بعد العيد. المهم نعجن 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 مرة مضبوط. خلني أعجنها وارجع لكم. حطيت هنا بنات ورق الزبدة، أو الصينية بورق الزبدة، وبحط فيها البسكوت. البسكوت لما تشوفينه صار يعني إذا أخذتيه بيصير في يدك زي اللقمة، معناها إنه صارت زينة، يعني زي كذا همزتيها، احنا نقول همزتيها وصارت لقمة، يعني قوامه زين. أنا حطيت بسكوت بشوف بالنظر الكمية وأضبطها. بنات تواسينه بالملعقة بهذا الشكل، تضغطينه مرة مضبوط. أنا هاي طريقتي دائما حتى لما كنت أسوي التشيز كيك. الآن راح نحط الأشياء عليه. أول شيء بنحطه التمر. خليه هنا. بوزع قطع التمر بهذا الشكل، تقريبا هذول 10 قطعتهم كذا صار. خليني احط التمر كله ونرجع. حطيت التمر بهذا الشكل، راح اجيب البيكن وابدا احطه. فما في كمية معينة، يعني انا كسرت كمية، تبين تزيدين التمر زيدي اللي ودك، تبين تعجنين تمر وتحطينه طبقة هم بعد اللي ودك. عندي هنا بنات جوز الهند الرطب، الرطب احلى، بس اذا ما عندك عاد استخدمي الموجود، هذا حالي شوي. فبنحط الكمية حسب رغبتنا. حبيبات الشوكولات استخدمت اليوم اللي بالملك، عادي استخدمي اللي بالسيمي سويت براحتك. برضو بنحط بشكل عشوائي. ترى هذا الحلا موت لذيذ، وتراكم تشترونه بثمن وقدره. مكوناته ما اقول لكم انها مش رخيصة، بس انت بتسوينها في البيت ارخص. الان راح نحط اللوز، شرايح اللوز حطيها بهذا الشكل، وخلي شوي تحطين إن أحلى منظرة إن اللوز يكون فوق. خرافي خرافي، الله يعينكم، تدمنونه بتسوونه كل شوي وسهل ترى. حليب مكثف محلى، في البعض يخلط جبن، بس ترى الوصفة الأصلية ما فيها جبن. هيك الآن راح موت لذيذ، نحط الكمية حسب رغبتنا. حبيبات الشوكولات استخدمت اليوم اللي بالملك، عادي استخدمي اللي بالسيمي سويت براحتك. برضو بنحط بشكل عشوائي. ترى هذا الحلا موت لذيذ، وتراكم تشترونه بثمن وقدره. مكوناته ما اقول لكم انها مش رخيصة، بس انت بتسوينها في البيت ارخص. الان راح نحط اللوز، شرايح اللوز حطيها بهذا الشكل، وخلي شوي لانك راح تحطين فوق بعد لوز، لان احلى منظرة ان اللوز يكون فوق. خرافي خرافي، الله يعينكم، تدمنونه بتسوونه كل شوي وسهل ترى. حليب مكثف محلى، في البعض يخلط جبن، بس ترى الوصفة الأصلية ما فيها جبن. هي كذا، حطي
حليب مكثف محلى. آخر شي على الوجه بحط كذا شرايح لوز ورشة قرفة وخلاص وعلى الفرن، بس أنا ودي شكل الشرايح منظرها مرة حلو إذا صارت على الوجه. آخر شي بنات رشة قرفة، طاحت كثير على الوجه، خليني أرش بهدوء وخلاص كذا صار جاهز. دخلي الفرن تقريبا بياخذ له حوالي 10 إلى 15 دقيقة وهو جاهز. حطيه في الرف الأسفل من الأسفل. هنا ما شاء الله تبارك الله طلعناه من الفرن، راح ندخله الثلاجة يبرد وبعدين نقطعه. إذا قطعناه أوريكم ونسوي له جلسة التصوير. الحين بنحطه بالثلاجة علشان يبرد.